على بالي كامل تفرجتوا هذا القصة وكامل تعاطفتوا مع الأخت حبيبة وما أنا تعاطفت معها، ولكن الإنسان قبل ما يحس بقلبه لازم يكون إنسان منطقي. أنا بالنسبة لي في 3 غالطين، واللي الغلطة الكبيرة هي أمهم، وهذيك الثانية اللي هي واسمها رانيا، واللي غلطة ثالثة واللي اسمها حبيبة اللي كنا تعاطفنا معها. قولوا لي علاش؟ نقول لكم علاش. لأن الأم هذيك باينة كما نقولوا حنا، كما بعض الأمهات حنانات هكا، حنانات عهبال. الحنانات على الهبال هذه وين توصلك للعار، توصلك لواحد الموصل اللي كاع ماكش ناوي توصل له. الحنانات على الهبال. كيفاش الحنانات على الهبال؟ هذه الأم لو كان جات قاسية وحنينة، لو كان بناتها ملي كانوا صغار كان علمتهم الخوف، يخافوا من امهم. لو كان ما وصلتش لهذه الدرجة. وهذيك اللي واسمها حبيبة فاش غلطة؟ كانت غلطت لعل وعسى كما كانت متزوجة مع راجلها يعلم الله عز وجل، ولكن الغلطة اللي كانت غلطتها نهار اللي هذا المشكل سمع به كاع الجزائر، كاع سمعت به، كانت قادرة تروح للكبار في تبسة. حنا نعرفوا ولاية تبسة يعني ناس عندهم عروشية، وتسيي أنها تحل المشكل تاعها بدل ما يسمع بها كاع الناس يسمعوا بها. لأن أمر كما هذا النهار اللي سمعناه قلوبنا ضرتنا. حنا المرأة كنا نستناو منها الحنانة، بصح دركا شفنا القساوة. حاشا بعض النصارى، راني نحكي على القصة. أما هذيك رانيا إن شاء الله يا ربي ما يكونوش كاينين مثالها في الجزائر بزاف برك. وهذيك هي اللي غالطة الثالثة، أنها بصمة عار على نفسها. ولا أي واحد راح ينسى 45 مليون جزائري تتفرج وما بغاتش تسمح لأختها باش تجي تعيش مع أمها. وهذاك الشيء اللي كان قسم لنا قلوبنا، وهذا الشيء اللي خلاني نقول على الوالدة تاعهم أنها جايحة. طفلة بنتها حكمت فيها وفرضت نفسها على أمها. صدق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: علامات الساعة تلد الأمة ربتها. شفنا البنت ربت الأم هذيك، والأم خايفة منها. أنا حكمت ما وراء الشاشة، ولكن والله بصمة عار. انتوما يا الأمهات يا اللي راه عندكم بنات وعندكم ولاد، ما تكونوش بهلولات وحنانات. بنتك كي تغلط علميها الخوف منك، تخاف منك. لأن لما علمتيهاش أنها تخاف من ربي ثم تخاف منك، يا ويل العذاب اللي راح يجي من عندها لعندك. واني نحكي على حقيقة. أما بالنسبة لرانيا، قعدت لك حاجة وحدة، لو كانت ديريها بالك ربي يرضى عنك ويحبب فيك الناس وراح تتسقم حياتك، أنك تخرجي في فيديو تطلبي السماح من أختك وتجيبيها تعيش معاكم. إذا ما درتيش هذا الشيء أقسم بالله وأنا نحلف لك ومتأكد ما راح تتسقم لك حتى حاجة، وما راح يعشرك حتى راجل، وما راح تعشرك حتى مرأة، وراح تقعدي بصمة عار. الكل بصمة عار على نفسك على كل حال. وراكي بهذاك الشيء اللي درتيه شوهتي الفتاة الجزائرية، لأن احنا معروفين الرجال وحنانا الرب مش حتى نساء. ومع السلامة ودمتم، وتهلاو في رواحكم، وقولوا لي الصح. اللي وافقني في الرأي كما فكرت أنا يقول لي صح، وإذا ما وافقتونيش في الرأي ها ربي يسهل عنكم. ومع السلامة ودمتم.